السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب نكون بخير وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة يا رب، ونتمنى على الله دايمًا بالخير يا رب، يا رب، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وفي أخ عزيز دايمًا يقول لي كنت بتبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. آآ تحت أيام صعبة كده، أنتم عارفين النادي الملكي بتاعنا أنا في المباريات السهلة باخاف، مباراة الأهلي على الورق وقبل ما نبدأ يا ريت برضه اللايك معلش، بين الحبايب دايمًا بيطلبوا من بعض حاجات كده، فأنا عشان باعمل فيديو بابقى عايز الفيديو يعني ينتشر، والله مش لأسباب تجارية، يعني يعلم الله يعني، مش لأسباب تجارية ولكن اللي بيعمل حاجة بيحبها وعايزها تنتشر، فلو سمحتوا اللايك. وبرضه قبل ما أبدأ دكتور ضياء الله يرحمه يعني كنت أعرفه من بعيد كده، أنا باعتبره من علماء الطب البديل، يعني في طب كده اللي هو إيه، في الطب اللي هو الregular يعني اللي أنا أدّيك خُد بنادول، خُد مش عارف إيه، خُد زيرتك عشان الحساسية، خُد حاجات كتير. بيني وبينكم أنا يعني إيهاب يعني م مع الطب ما فيش علاقة كويسة، يعني ما باحبش آخُد أدوية، أنا في النهاية ما باحبش آخُد أدوية، باحب أمشّي الأمور دايمًا إيه، لو حتى في شوية ألم أصبر شوية، لو في شوية مغص يعني إيه آخُد مثلًا حاجة سُخنة، لو في ما باحبش الأدوية، ما باحبهاش، يعني في علاقة بيني وبين الأدوية صعبة، لدرجة إن أنا يعني إيه، دايمًا أقول الدكاترة مثلًا اللي فعلًا يعني إيه، طبعًا كل الدكاترة على دماغنا من فوق عشان ما حدش يفهمنا غلط يعني. لكن الدكاترة اللي أنا باضطر لهم يعني، مضطر أروح لهم مثلًا لدكتور الأسنان مثلًا يعني، جراح لا قدّر الله يعني ربنا يبعد عننا الجراحين، يبقوا أصحابنا وحبايبنا بس إيه يعني إيه، ما نقعش تحت إيديهم يعني، ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم يعني دكتور ضياء الله يرحمه كان صاحب فلسفة وصاحب علم معيّن، ودكتور ضياء بس أنا بابعد عن الأهلي والزمالك شوية، دكتور ضياء الله يرحمه كان دكتور موجود في غرف العناية المركزة، كان دكتور قريب أوي من الموت، فشاف حالات موت سريري، شاف حالات موت كتير، وشاف ناس نجيت من الموت، فكان في علاقة بينه وبين الموت علاقة قوية، لأن دكتور العناية المركزة هو من أصعب الأماكن في المستشفيات يعني، ربنا يعافينا ويعافيكم. فدكتور ضياء الله يرحمه اسمعوه كتير، في حاجات كتير جدًا من اللي قالها صح. في حاجات كتير جدًا، جدًا، جدًا من اللي قالها صح، بغض النظر عن كلمة إن في ناس قال لك بيحرّم الفراخ، الكلام ده يعني ما حصلش، يعني اسمعوا واحكموا برأيكم، الله يرحمه. طيب 25، 26 سنة 25 سنة 26 كانت عام المفترض في أول العام هو عام النادي الأهلي، عام بيبدأ كرويًا بإن النادي الأهلي يترك الحبيبة مصر، ياخد طيارة معاه هالة إعلامية غير عادية، رايح يلعب في كأس العالم، ولا شك ده شرف عظيم، حاجة كويسة جدًا يعني. يعني خدوا بالكم يا أخوانا إيه، إن أنت زملكاوي أو لا ينقص شيء من النادي الأهلي، يعني في إنجازات على الورق على الأرض يعني عاملها النادي الأهلي إنجازات عظيمة، وإنجازات جميلة على المستوى التاريخي، لكن لا أحد يضيف للنادي الأهلي، يعني النادي الأهلي كبير من يومه زي ما بيقولوا عليه، يعني بُص اللي هو إيه، مش هتضيف تاريخ للزمالك، مش هتضيف تاريخ للأهلي، ولا شك النادي الأهلي حاجة كبيرة، فبدأ سنة 25، 26 برحلة مباركة إلى أرض الولايات المتحدة الأمريكية، واتحط الحقيقة في مجموعة يعني مجموعات طبعًا كأس العالم كلها مجموعات صعبة أكيد، فرق تقيلة، ولكن النادي الأهلي اتحط في مجموعة حنينة، مجموعة يعني فيها أخد تدّي وتاخد وتدّي، طب النادي الأهلي عمل إيه في البطولة؟ الحقيقة ما عملش حاجة، ليه؟ في رأيي الشخصي، في رأيي المتواضع يعني، النادي الأهلي وهو سايب مصر عشان يلعب في كأس العالم ما خدش دماغه من مصر، كانت دماغه موجودة في مصر، إيه دماغه موجودة في مصر؟ واخد معاه آلة إعلامية موجهة، الحملة الإعلامية اللي كانت عاملاها مش دعم للنادي الأهلي اللي هيلعب في كأس العالم، واللي هيحقق شيء كويس لنفسه طبعًا، لنفسه أولًا ولمصر أكيد، وتسعد جماهيرك وتسعد الجماهير المصرية بوجه عام، أنا يعني ما كنتش هاسعد يعني لكن ماشي. فياخد آلة إعلامية كبيرة جدًا، جدًا رايحة واخدة صور النادي الأهلي كلها بقت عبارة عن صورة كده معروفة، زيزو في النُص، إمام عاشور وبن شرقي. وكأن الحالة الإعلامية اللي عملها النادي الأهلي ما هي إلا حالة إعلامية الغرض منها كيد المنافس في مصر، يا ابني أنت مش في مصر،
يعني أنا أفهم إن أنت تعمل حاجة زي كده في مصر، خلّينا في مصر، لكن أنت خدت هالة إعلامية كبيرة جدًا، 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 ورُحت بيها على الولايات المتحدة الأمريكية. أنا في رأيي الشخصي مثال طبعًا هو ما حدث ما حدث وقُلناه وعملنا فيديوهات كتير جدًا بتتكلم على إن كابتن محمود الخطيب بما يفعله الآن إنما كان يدمر غرفة ملابس النادي الأهلي، وقُلت قبل كده إن كابتن محمود الخطيب كان يجب أن يتصالح على فكرة دي فيديوهات يعني اللي أنا باقوله ده ممكن ترجع لي في فيديوهاتي. الخطيب يجب أن يتصالح مع مبادئ الإدارة. ما عجبش ناس كتير الكلام عن كابتن محمود الخطيب خصوصًا إخواتنا وحبايبنا من الناس المحترمين، يعني دكاترة مثلًا أو مهندسين، ما عجبهمش الكلام ده ويعني أحد الإخوة الحبايب قال لي: "والله بُص أنا هاقاطع القناة بتاعتك وغير مقتنع." حتى بنكلم بعض كل فترة كده يقول لي: "لسه الدوري ما خلصش." يعني أنا باقول له دايمًا: "مش واخد بالك إن كلامنا صح؟" فالراجل عنده قناعات معينة يعني. وشايف إن الخطيب عكس ما يراه كل الأهلاوية يعني إن هو رجل ناجح إداريًا، أنا أراه فاسد إداريًا، في فرق كبير، يعني مش فاشل، في فرق كبير بين فاشل وفاسد يعني. وأرجع دايمًا لكلام المرحوم الله يرحمه أستاذ هشام سليم، الفنان هشام سليم، لمّا نقل عن والده الله يرحمه كابتن صالح سليم، الأسطورة بجد اللي هو يعني من أساطير النادي الأهلي كابتن صالح سليم. نقل عنه قال إن في بينه وبين الخطيب حاجات مش باينة، الخطيب مش واضح، الخطيب غامق، الخطيب عنده ناب كده مش حلو. المهم نبدأ بس الموضوع عبارة عن إيه، وقبل ما أبدأ موضوع الزمالك، الزمالك ممكن يعمل إيه؟ الزمالك في الماتش هُم كلمتين، هُم كلمتين ما فيش تالت، لو معتمد جمال خايف هيخسر، لأن النادي الأهلي في أسوأ حالاته من قرن. فلو معتمد جمال خايف من المباراة دي، لأ معتمد جمال يلعب بُص يلعب بلعيب في واحد بس في نُص الملعب، يعني بُص الأهلي عنده دفاع في ما فيش دفاع باختصار شديد، يعني اللي كان حتى عندهم واد حِرِك وبيجري وبتاع زي محمد هاني موقوف، عندك 2 موجودين في قلب الدفاع، أحمد عيد جه الأهلي عشان شتم صالح سليم. بس ياسر مرعي عشان شتم صالح سليم، معاهم كابتن إيمو في النُص عشان شتم صالح سليم، ما فيش أي مشكلة. دي صراحة، أنا مش شايف أسباب تجعل النادي الأهلي يشتري ال3 دول غير إن هم شتموا صالح سليم. طيب 2025، 2026 نهاية حزينة جدًا لمشروع على الورق كان مشروع جيد، كان مشروع كويس، أنت بتقوي فريقك، لكن أنت قوّيت فريقك وأقنعت لعيبتك إن إحنا جايبينكم عشان نكيد الأعادي، فبقت اللعيبة نفسها مقتنعة إنها لازم تاخد فلوس كتير لإن إحنا بنحقق حاجة لكابتن محمود الخطيب هي كيد الأعادي، مش عايز أقول كلمة تانية. فكابتن محمود الخطيب لقى نفسه في زمرة كده حتى جاب كتير من جماهير النادي الأهلي الناس اليوتيوبر الحلوين وعملوا الأغنية المشهورة ينده عليه ما يردش، زيزو ما يردش، إمام ما يردش، فهو أقنع اللعيبة اللي موجودة دي إن دورهم كيد، فبقوا يطلبوا فلوس كتير، بقوا يروحوا يعملوا إعلانات، بقوا يروحوا يظهروا في الصور، بقت صور منتخب مصر يا أخوانا، صور منتخب مصر، صور منتخب مصر بقت زيزو. فأنا باختصر 25، 26 في إن هو عام زيزو، عام نهاية الأهلي هو عام زيزو، زيزو تحديدًا. ليه زيزو؟ لإن أنت رُحت جِبت واحد من المرتزقة، واحد بيحب الفلوس، بيعشق الفلوس هو وأبوه، يعني ناس آآ كل هَمّها لإنهم حتى ما حسبوهاش على المستوى الذكاء، يعني زيزو النهارده فقد إيه؟ زيزو النهارده مالوش ظهير جماهيري، فاكر يا زيزو أيام ما كان الحضن الدافي تروح تقف مع جمهور الزمالك؟ جمهور الزمالك ما فيش زيه أصلًا، جمهور النادي الأهلي ولا شك مختلف عن جمهور الزمالك، جمهور النادي الأهلي هيطالبك بحاجات كتير أوي، جمهور النادي الأهلي ما عندوش النجم الأوحد، هو النجم الأوحد كان عنده بييجي في وقت معين اللي هو وقت الكيد، كهربا فاهم؟ يحط كهربا، يمشي كهربا يجيب إمام عاشور، ولذلك في ناس بتزعل، يعني واحد زي إمام عاشور يقول لك إيه ده في اللقطة بتاعة توي ستوري المشهور توي ستوري لمّا بودي فاهم، جه باز لايتير خَد مكانه، فراح مغني الأغنية المشهورة أنا كنت صاحب كرامات فاهم، فالنادي الأهلي نادي النجم الأوحد، النادي اللي هو إيه، هيحط واحد كده في النُص فلاش كده، يجيب زيزو، يجيب إمام عاشور، يجيب كهربا، يجيب بن شرقي، اللي هو للكيد. الكورة النهارده ما بقتش كيد، الكورة النهارده بقت اعرق. اقتنع، لازم تقتنع إنك تكسب.
الحقيقة إن ماتش سيراميكا والنادي الأهلي، سيراميكا إيه، لأ قصدي بيراميدز والنادي الأهلي، هو ماتش متوقّع جدًا في ظِل وجود دفاع. أنا باقول لكابتن معتمد جمال، إحنا في الكرة المرتدة أقوى بكتير من بيراميدز، وعندنا أحسن دفاع في مصر، فما تخافش، خلّي عندك ال4 ورا والعب عشان تكسب. أنت لو حطيت في دماغك إنك تكسب الأهلي score هتكسب الأهلي score، والله مش ازدراء للأهلي، كلمة الأهلي سيبها على جنب، ازدراء للفريق ده، ازدراء للعيبة دي، اللي هي بجد ما بتمثلش الأهلي. يعني أنا كنت عامل بوست أول امبارح تقريبًا باقول لهم تخيلوا إن إحنا هنلاعب، يعني بكرة إن شاء الله هنلاعب زيزو وإمام عاشور وهنلاعب ياسين مرعي وهنلاعب بن شرقي وهنلاعب أحمد عيد. يا جماعة ده أنتم بتقولوا علينا بليلة، يعني ده أنتم الأهلاوية بتقولوا علينا بوابين، ده كده الفرقة بقت بوابين كلها. يعني أنتم عندكم مين طيب، هتجيبوا مين؟ فللأسف الشديد الأهلي مشّى ناس كتير جدًا. الأهلي 2025، 2026 بسبب زيزو بس، بدأت برامي ربيعة، بدأت بوسام أبو علي، بدأت بأكرم توفيق، بدأت بجراديشار. جراديشار إزاي تسيب جراديشار؟ 2 في لعيبة ما كانتش باينة، أول ما جه زيزو انتهت، انتهت على الورق. يعني لعيب زي محمد عبد الله لو نفتكر هو مستقبل جناح اليمين في الأهلي، هو مستقبل النادي الأهلي إنه لاعب شاب صغير وبتاع، لأ ده مشي، ده راح سيراميكا، فاهم؟ لعيب زي السولية ما فيش موجود، مش موجود منه في الأهلي دلوقتي، السولية مش موجود منه في الأهلي دلوقتي. أنت هتلعب بكوكا باك شمال ومشيت معلول، أصل معلول كبير في السن، هو إيه ده يا راجل؟ يا راجل إيه اللي كبير في السن ده؟ مين اللي كبير في السن؟ علي معلول. لو جماهير النادي الأهلي فاهمة كويس اللي حصل، فكل اللي حصل ما هو إلا صفقات كتير، عمولات كتير، فلوس كتير. عقود النادي الأهلي ليه بيستور بياخد المبلغ ده؟ ليه؟ لأنه باختصار شديد الراجل عشان يدخل النادي الأهلي دفع مبلغ كبير، فعشان يضمن المبلغ كبير بيعملوا له عقد بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، بيعملوا له عقد فيه آمم شرط جزائي ب6.000.000€، 6.000.000€ عشان إيه؟ يا راجل ده أنت مش جايب أنشيلوتي يا راجل، ده أنت جايب بيس وتُرب، يعني سلام التُرَب يعني، سلام كابتن محمود الخطيب لا يستحق النادي الأهلي، والنادي الأهلي لا يستحق واحد زي كابتن محمود الخطيب، لا يستحق أمثال سيد عبد الحفيظ. النادي الأهلي عنده كوادر كتير شايفينها برّه، راجل زي علاء ميهوب، راجل زي هاني رمزي، راجل زي عندكم ناس كتير، عندكم مجدي عبد الغني، مصطفى يونس، عندكم ناس كتير محترمة نبهتكم كتير إن ما يحدث في النادي الأهلي ما هو إلا فساد إداري واضح. لكن للأسف الشديد لجان محمود الخطيب كانت قوية، وجماهير النادي الأهلي للأسف الشديد بتمشي وراه. يعني لمّا مشيت مثلًا أسبوعين ورا إن النادي الأهلي ليه ضربة جزاء، طب وإيه كمان، وإيه كمان؟ ليه ضربة جزاء وعليه كام ضربة جزاء؟ ليه ضربة جزاء وعليه إيه؟ فما تخلّوش حد يضحك عليكم، في النهاية هي كورة، إحنا بنحب الكورة. في النهاية الزمالك الحقيقة لو كسب الأهلي هو يستحق البطولة، لو الأهلي كسب الزمالك أنا عندي استعداد أتقبّل، بس أنا مش فاهمها هابقى، يعني مش هافهم إزاي الزمالك الأهلي يكسب الزمالك لأول مرّة في تاريخ الموضوع، إن المباراة دي مباراة سهلة، مش على الورق، مش على الورق، مباراة واقعيًا سهلة. الزمالك يقدر يكسب الأهلي زي طلائع الجيش ما كسب الأهلي، زي بيراميدز ما كسب الأهلي، زي سموحة ما هو كان بيتعادل مع الأهلي، ما هو سيراميكا اتعادل مع الأهلي، ما هو سيراميكا كان ممكن يكسب الأهلي كتير، فاهم؟ آآ الزمالك حُط في دماغه حاجة واحدة بس، إن بطولة الدوري هتتحسب في الماتش ده، بطولة الدوري لو الزمالك كسب الأهلي وكسب سموحة هو خد الدوري، خلاص. ماتش سيراميكا سيبه بقى، يعني ماتش سيراميكا روح فكّر أنت بقى في اتحاد العاصمة هتعمل معاه إيه، وتفكّر إن أنت تحتفظ ببطولتين في سنة كان من المفترض إن أنت ما تكونش في ال7 الأوائل، كان من المفترض إن أنت تكون زي إخواتنا ما بيقولوا في الشلاحات، أنت بعيد، أنت بعيد. إخواتنا في النادي الأهلي والله ده مش تحفيل، لكن أنتم اللي عملتوا كده في النادي الأهلي، أنتم كجماهير النادي الأهلي سمحتم بأشياء ما لهاش لازمة. كيد، الكورة مش كيد، الكورة مش كيد. أنا معاك إن أنت ممكن تاخد لعيب من نادي خصم، بس ما حدث كان للكيد. يعني صفقات جماهيرية لم تفيد النادي الأهلي في شيء. آدي كابتن زيزو أديكم شايفين مستواه، زيزو لم يصل إلى مستوى 25% مما كان عليه في الزمالك، إمام عاشور ولا 10% مما كان عليه في الزمالك، لأن زيزو وإمام عاشور لعيبة كبار، وبن شرقي أنا أتمناه في الزمالك النهارده.
شوفوا أنتم بتقولوا عليه إيه، أنا أتمنى لعيب زي بن شرقي في الزمالك، أتمنى لعيب زي إمام عاشور، أنا هاكون مبسوط لو إمام عاشور رجع الزمالك، وده وارد جدًا، 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 لإن إمام عاشور زملكاوي أكتر من حسين لبيب. السلام عليكم.